الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 سبحان الله
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi karimin daiman abadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa bi ni'matin Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara majlis yang paling disukai Allah adalah majlis yang di dalamnya ada aktivitas berzikir kepadanya. Pertama, dinaungi malaikat, dilimpahkan rahmat dan ketenangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. 2. Mendapat makna hidup yang sesungguhnya. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. 3. Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan dan mencari-cari majlis zikir. Jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil teman-temannya seraya berkata, "Kemarilah terhadap apa yang kalian cari." Lalu mereka pun datang seraya menaungi kaum tersebut dengan sayapnya hingga memenuhi langit bumi. Maka Rabb mereka bertanya, padahal dia lebih tahu dari mereka, "Apa yang dikatakan oleh hambaku?" Para malaikat menjawab, "Mereka mensucikan engkau, memuji engkau, mengagungkan engkau." Allah berfirman, "Apakah mereka melihatku?" Para malaikat menjawab, "Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu." Allah berfirman, "Bagaimana sekiranya mereka melihatku?" Para malaikat menjawab, "Sekiranya mereka dapat melihatmu, pasti mereka akan lebih giat lagi dalam beribadah."
lebih dalam lagi mengagungkan dan memuji Engkau, dan lebih banyak lagi mensucikan Engkau. Allah berfirman, lalu apa yang mereka minta? Para malaikat menjawab, mereka meminta surga. Allah berfirman, apakah mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, belum. Demi Allah, mereka belum pernah melihatnya. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, jika mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih berkeinginan lagi dan lebih antusias serta sangat mengharap. Allah berfirman, lalu dari apakah mereka meminta berlindung? Para malaikat menjawab, dari api neraka. Allah berfirman, apakah mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab, belum. Demi Allah, wahai Rabb, mereka belum pernah melihatnya sama sekali. Allah berfirman, bagaimana jika seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, tentu mereka akan lari dan lebih takut lagi. Beliau melanjutkan, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mempersaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Beliau melanjutkan, salah satu dari malaikat berkata, sesungguhnya di antara mereka ada si fulan yang datang untuk suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah suatu kaum yang majlis mereka tidak ada kesengsaraan bagi temannya. Hadis riwayat Bukhari. Zikrullah merupakan salah satu amalan utama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat seorang hamba. Majlis zikir yaitu majlis membaca Al-Quran, majlis ilmu, majlis yang di dalamnya terdapat tasbih, tahlil dan istighfar yang dicintai Allah, dihadiri para malaikat serta dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dari untayan hadis-hadis di atas, yang pertama, keutamaan zikrullah dan kedudukannya, dan ia merupakan salah satu amalan yang paling utama. Dua, zikrullah merupakan salah satu sebab diampuninya dosa. Tiga, keberkahan bermajlis dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, agar kita hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، واحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.